السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم غريبه ديال الشيه او الملوزه. بذور الشيه كيف ما كتعرفوا عليهم صحيين ومفيدين بزاف بزاف، بالخصوص للوليدات. فهاد الملوزه غادا تعجبكم وغادا تولي معتمده عندكم. فيها فوائد كثيرة وبمكونات اللي صحيين ومفيدين. فيها غير اللوز والقرقاع، ما فيهاش طحين بصفة نهائية. فخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لهاد الملوزة فحضرناها في المركز ماشي في المطبخ ديالي. هنايا عندنا نص كيلو ديال العقدة اللوز. العقدة اللوز كيف ما كتعرفوا فهي الطريقة ديالها باينة وواضحة. هنايا عندنا القرقاع اللي طحناه وضفناه على داك اللوز، وعملنا 10 ديال التمرات. بالنسبه للتمر فضروري خصو يكون التمر السكري داك الرطب باش كيتعجن وكيجي مزيون. بالنسبه هنايا الاستاذه ديالنا ربي يخليها لنا ويطول لها في العمر كتشرح لنا ما شاء الله عليها، الله يخليها لنا. واحد الاستاذه اللي غزاله، ما كتبخل علينا بحتى شي حاجه، ما كتبخلش على المشتركات والمشاركات في هذا المركز. هنايا عملت نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوى. هنايا الخليط جاها قاصح فزدت بيضه واحده. هنايا عملت 3 ديال البيضات واصفر بيضه وخلطت كل شيء، وخدينا بذور الشيه اللي نقيناهم وعملناهم في واحد البلاطو. وغادي نبداو نحضروا كويرات متوسطين الحجم، وغادي نعملوهم نفندوهم في بذور الشيه كيف ما كتشوفوا. فالكرات خصهم يكونوا متوسطين الحجم. بالنسبه ما تضربوش عليها باش تجي عاليه وكتجي مزيونه. فهاد الملوزه ما خصهاش يطيب بزاف لان كل شيء فيها طايب. كنعملوها 10 ديال الدقائق في الفران، كنعملوها العافيه من تحت حتى كطيب. بالنسبه للكرات فهذا هو الحجم اللي عملوا البنات في المركز. وهنايا البنات كاملين عجباتهم هاد الملوزه، فجات رائعه، جات مزيونه ما شاء الله عليكم البنات. الله يتاويكم ويخاويكم في هاد السنه الجديده ان شاء الله. هادو مستفيدات ديال العام الجديد، حنايا كنا مستفيدات ديال السنه اللي فاتت. فحتى البنات ديال هاد السنه ما شاء الله عليكم موفقين ان شاء الله. هنايا كوروا الملوزه كامله وعملوا القرقاع في ابيض البيض ولصقوهم على الكويرات ديال الملوزه، وغادي ندخلوها دابا الفران. بالنسبه للفران فخصو يكون سخون عاد ندخلوها، ما ندخلوهاش والفران بارد. هنايا كنحمروها شويه من الوجه ديالها، وهنا كنخرجوها من الفران وكنعملوها هنايا على هذا الشكل. هذا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. وتبارك الله عليك اسماء، ما شاء الله عليك. هذه اسماء هي اللي هزه الغريبه ديالنا. هنايا كيكون هذا هو الشكل النهائي. وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الحباب والاصدقاء لتعم الفائده. وهنا كنكون كملت معكم وصفه اليوم، وخا الوصفه ماشي من المطبخ ديالي وبسرعه. فنتمنى الفيديو يعجبكم، وفي وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.